عسلامة ومرحبا بكم حبايبي في قناتي، وان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم باش نعملوا أكلة تونسية 100%. طلبوها مني الحقيقة متابعين، وخاصة اللي يعيشوا في الخارج. فما اللي يعيشوا في فرنسا، فما في ألمانيا. دونك طلبوها مني، يحبوا يعملوها وإلا يعلموها لنساهم ما هماش توانسة. دونك الأكلة هذه الملوخية. الملوخية على أصولها كما تعرفوا بالبقري. دونك انا قلت علاش ليه ناخذ بخاطرهم، وزيدا فما معرسات جدد، فما برشا زيدا من جنسيات اخرين يحبوا يكتشفوا اكلاتنا. دونك قبل ما نبداو بالوصفه نتاعنا ما تنساوش اشتراك للقناه ولايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا خلينا نشوفوا المكونات مع بعضنا. دونك توا خلينا نبداو بالمكونات. اول حاجه هذه الملوخيه نتاعنا التونسيه. هذه بعثتها لي امي ربي فضلها من تونس، تجي هكاكا بودر معناها. ريحتها فايحه ديجا مازالت نيه وريحتها فايحه. احنا في تونس الملوخيه نعملوها باللحم البقري، وهكاكا انا قلت للجزار يقصهم لي معناتها لحمات كبار. دونك ويجي هكاكا معناها لحمات هبره. نتعداو للتوابل. ملح، تابلو كرويه، فلفل احمر، هوني تختاروا الفلفل هكا ناعم برشا ولا مهروش، حلو والا حار حسب الرغبه. الثوم من اكثر الحاجات اللي يتبلوا الملوخيه نتاعنا اللي يفوحوها هي الثوم. ومغرفه نتاع اكل طماطم معجونه، مغرفه ماكله طماطم معجونه، وهذه اختياريه. اذا انتم باش تصبروها ما تحطوش الطماطم، اذا باش معناها باش تاكلوها ليمات الويله عادي اذا كنت تحطوا طماطم مش مشكله. باش نستعملوا هوني كاس زيت. ومع الثوم الحاجات اللي يجيبوا النكهه نتاع الملوخيه ورق الرنز. هوني انا حضرت 5 ورقات رنز وقرينين فلفل شيح. كيف كل الحاجات هذوما من تونس، معناها التوابل والرند والملوخيه والفلفل والثوم كلهم من تونس. يعني باش نعملوا حاجه تونسيه اليوم 100%. ولا على فكره طلبوها مني كما قلت لكم المتابعين. فما معناها اللي يعيشوا في الخارج يبداوش يشتهوها سامحوني، يشتهوها وما يعرفوش يطيبوها. دونك علاش ليه نعملوا الملوخيه بطريقه سهله ومبسطه، معناها من غير لا تعقيد لا حتى شيء. دونك خلينا توا نبداو في طريقه التحضير. اول حاجه ناخذوا الملوخيه، تحسبوا حسب افراد العائله، كل فرد تعملوا عليه مغرفه ملوخيه. هذه بركه، هذه 2، هذه 3، هذه مثلا هكا 4، ونزيد واحده 5. انا الحقيقه ديما نحب نعمل كل شيء بالفرد، وعادي كنت تقعد على خاطر الملوخيه صعيبه مش كل يوم باش نقعدوا نعملوها. ديجا عملت 5 لحيمات كبار وعملت 5 مغارف ملوخيه. باهي توا عندنا كيس الزيت هذايا باش نصبوه، وتوا نوريكم كيفاش تعرفوا الملوخيه الزيت نتاعها ناقص ولا لا. دونك كيما قلت لكم توا باش نعرفوا اذا كميه الزيت ناقصه ولا لا. نبداو نحركوا مادام حاجه زمنيه. دونك خديت انا مغرفه كبيره لوح منه باش الطنجره تيفال ما تتخبشش، ومنه حاجه زمنيه نعملوها على اصولها. باهي نخلطوا هكايا كميه الملوخيه، خلطوا بالباهي هكايا باش تدخل الكلها ما تقعدش فيها حتى كعابر والا حتى جهه شايحه. باهي خلطوا بالطريقه هذه كما تشوفوا من اللوطه ثم دي بارتي شايحين. هوني انا حركت مليح الملوخيه، شفتوا ما تستحقش باش تزيدوها زيت على خاطر الملوخيه كلها تغمت بالزيت. ملاحظه انا قلت لكم كيس زيت، عملت كيس ناقص شويه كان شفتوني على خاطر حسيت الكيس عريض، اما اذا كيس اقل تعملوه كامل معناه. باهي حاجه اخرى انا هوني خلطت على البارد، معناها مانيش على الغاز، على البارد. حاولوا تخلطوا على البارد ومن بعديك تحطوا على الغاز. اونتر طون كنت تسمعوا انا قاعده نسخن في الماء سخون، يلزم ماء سخون يغلي، هذاك هو اللي باش نمرقوا بيه. باهي توا نحيو نهزوا الطنجره هذيا نحطوها على الغاز نتاعنا. توا شعلنا على الغاز نتاعنا ونبداو نقليو
الملوخيه نتاعنا على نار هاديه، مش نار قويه برشا باش ما تتحرقش. هوني حطيت الملوخيه كما قلت لكم على النار هاديه، ونبدا نحرك هكايا بشويه باش ما تتحرقش. اونتر طون انا هوني سخنت الماء يغلي، خاطر هذاك اللي باش نمرقوا بيه. دونك ردوا بالكم يا جماعه، الملوخيه تتقلى في البارد ومن بعديك تتحط على الغاز وتتمرق بالماء السخون، مش بالبارد، ماء سخون يغلي. نقعدوا هكاك نخليو شويه شويه. كما تشوفوا الملوخيه نتاعنا تخلات مليح. توا باش نضيفوا الماء السخون نتاعنا، نضيفوا كميه الماء كلها مع بعضها ونحركوا شوي بشويه. كما قلت لكم بعد ما ضفنا الماء السخون نحركوا هكايا شويه شويه الملوخيه نتاعنا. وعلى فكره ضيفوا كميه الماء كلها مع بعضها، خاطر ما هيش كيما الصوص كيما المرقه معناها نضيفوا بشوي بشوي، لا نصبوا الماء الكل ونخليو الملوخيه نتاعنا تطيب سله سله. على فكره لا نضيفوا لها لا ملح ولا توابل. ها باش نوريكم التوابل والملح شنو باش نعملوا بيهم توا، خاطر ديجا الملوخيه راهي فيها الملوحه. دونك توا نغطيو على الطنجره نتاعنا، وملاحظه اعملوا في طنجره تكون كبيره مش صغيره باش ما يفيدلكمش. نغطيو على الطنجره نتاعنا ونخليو ملوخيتنا 3 ساعات. 3 ساعات تطيب، 3 سوايع ونص، ومن بعديك نضيفوا لها اللحم. توا نغطيو على الطنجره نتاعنا ومن بعديك نرجعوا. باهي توا نجيو للتوابل اللي قلنا عليهم، اللي هما الثوم والطماطم والطيب وكرويه والملح والفلفل. نجموا تزيدوا هريسه عربي، هروس، على راحتكم. توا شنو نعملوا لهم؟ نجيو نحطوهم على اللحمات نتاعنا ونحطوا هكايا كل التوابل نتاعنا بالطريقه هذه. وتوا ندخلوا كل التوابل هكايا في بعضهم مع اللحم، تبلوهم مليح مليح. نجموا تعملوهم قبل بليله، علاش ليه؟ بالعكس اللحم يولي يشرب احسن التوابل. ولحتى انا هوني قصيت فيهم اللحمات على 2 ما شاء الله كانوا كبار برشا. دونك خلطوا لحمتنا هكايا ما نخليوش حتى توابل، كل ندخلوهم في بعضهم التوابل. هوني انا تبلت اللحمات نتاعي مليح مليح مليح، ونكمل نغطيهم بالبابيي سيلوفان ونحطهم في الفريجيدير. ملاحظه ردوا بالكم ما تخليوش المده هذه الكل معناها 3 ساعات واللحم البرة، خاصه اذا تكون الدنيا صيف وسخونه، ولا اذا البلاد انتم تعيشوا فيها معناها غير تونس سخونه. دونك انا هوني باش نغطيهم ونحطهم في الفريجيدير ونعمل طلع على الملوخيه نحركها. هوني خلينا نعملوا طلع على الملوخيه نتاعنا ما شاء الله. وتوا جاي وقت الرنز. لما حرقنا نسيت باش نحط، لكن ما زلت كي مرقت هنا بالماء مش مشكل. نحطوا 3 وريقات نجموا توا، ومن بعد نكملوا الباقي كي نرميو اللحم نتاعنا. دونك نحركوها هكايا، ومن وقت الاخر نعملوا لها تحريكه، نغطيو عليها ونخليوها على نار هادئه. توا تعداو ساعتين، خلينا نشوفوا الملوخيه نتاعنا. هذه الملوخيه بعد ساعتين مازالت كما تشوفوا بدات تقرر الزيت نتاعها، لكن مازالت ما حضرتش. نعملوا لها تحريكه ونخليوها ساعه اخرى ونرجعوا لها. وتوا تعداو 3 ساعات. هذوما اللحمات اللي احنا فوحناهم مع بعضنا وحطيناهم في الفريجيدير. دونك خلينا نعملوا عليهم طله. الريحه ما نحكي لكمش ياسر بنينه. بليس خلينا نعملوا طله زياده على الملوخيه وين وصلت. شوفوا كيفاش بدات تقرر الزيت نتاعها وتعقد اكثر، وكميه الماء اللي كانت هوني كلها نقصت. دونك توا جات المرحله باش نضيفوا اللحم نتاعنا. دونك توا باش ناخذوا اللحمات نحط سقطوهم هوني شويه اللحمه باللحمه. هوني هكايا نكملوا طريفات اللحم الكل. كما شفتوا حطينا طروف اللحم تاعنا، نعملوا تحريكه
وتوا زيد جي وقت نضيفو ورقتين الرند وقرينين الفلفل هذوما، وهذه حاجه اختياريه لكن راهي تبنن برشا الملوخيه. تحبوا الملوخيه على اصولها تحطوا الثوم، تحطوا الرند والفلفل الشايح، كيف نعملوا تحريكه ونغطيو على الطنجره نتاعنا ساعتين اخرين ونرجع لكم. وتوا بعد 5 ساعات، معناها بعد ساعتين من اللي حطينا اللحم، خلينا نشوفوا الملوخيه نتاعنا وين وصلت. شوفوا ما شاء الله كيفاش قرت زيتها وحدها، معناها كما شفتوا باللون ما كترناش في الزيت. شوفوا كيفاش قرت زيتها وحدها، معناها طايبه 100%. واللحم باه طايب وذايب زبده. دوك القرينين فلفل يعوموا في الوسط، حاسين الريحه نحكي لكم مش فلفل مع الملوخيه مع اللحم مع الرند مع الثوم. نودكم وما نشهيكم، خليني نطفي عليها ونحط صحين ونوريكم طريقه التقديم. وهذه صحين الملوخيه نتاعنا. كيفاش زينتو نودكم وما نشهيكم. نعرف اللي المنظر قاسي على الناس اللي في الغربه، وخاصه العزاب اللي في الغربه اللي ما يعرفوش يطيبوا. ما فيها بيس تبعث لكم امهاتكم شويه ملوخيه، والا تشوفوا شكون معناها تشريوا يجيبوا من تونس وتعملوها على طريقتي. حاجه سهله ما هيش صعيبه، عملت لكم بطريقه بسيطه. دونك مع الجازوز مع الخبز، هي الحقيقه اصولها مع الخبز التبونه مع شويه غله هكايا. دونك هذا فطورنا لليوم، نتمنى تجربوا الوصفه على طريقتي. يا الخضراء انا مجنونك حاير بين عقلك وجنونك. دونك هذه كانت الملوخيه نتاعنا تونسيه، هكايا نحضروها بنا الحقيقه، والريحه ما نحكي لكمش توصل للجيران الكل. دونك ما تنسيوش، ننصحكم باش تعملوا على طريقتي خاطر ناجحه وتقر زيتها والريحه بنينه برشا. دونك ما تنسيوش تشجعوني بلايك ودي كومونتير وبارتاج للفيديو. هون يوفى الفيديو نتاعنا، وانتظروني في فيديو قادم ومقعد اللي كان مش نقول لكم. باي باي.